بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله ربي يخفف الوباء اللي موجود، وإن شاء الله نخرج منه سالمين وبأقل الأضرار. اليوم هذا الفيديو الأسبوعي، وأنا فضلت أن يكون موضوع الفيديو هذا هو رسائل كلينتون والصمت العربي، وخاصة الصمت في تونس المطبق على هذا الموضوع، وهو موضوع يعنينا. وقد شملتنا رسائل كلينتون 55,000 الموجودة على مقر وزارة الخارجية الآن، على موقع وزارة الخارجية، يعنينا بشكل مباشر. والحقيقة أن هذه الرسائل أثبتت ما كنا نقوله منذ سنوات طويلة، أن العرب لم يحدثوا ربيعا كما كان يقولون لنا، وأن العرب في حقيقة الأمر خدعوا الخدعة العربية الثانية بعد الخدعة العربية الأولى التي تعود إلى قرن مضى، اللي هي عام 1916 مع ثورة الشريف حسين، عندما أراد العرب أن يقوموا بثورة على الاستعمار التركي والاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي. فكانت النتيجة أن أبقوا الاستعمار الفرنسي والاستعمار التركي، وبقيوا مدة طويلة حتى الخمسينات والستينات تحت الاستعمار. الخدعة العربية، وسميت الخدعة العربية الأولى. الخدعة العربية الثانية هي خدعة الديمقراطية، والتي كان أجيال كثيرون منا يهدفون إلى أن تبنى الدولة الوطنية على قاعدة ديمقراطية، ويرون أن شعوبنا من حقها أن تكون شعوب ديمقراطية. هذا الحلم الكبير الذي نضلنا من أجله في الدولة الوطنية الأولى، جاءت أمريكا والاستعمار وقطفه من بين أيدي النخبة العربية ومن بين أيدي النخبة التونسية في لحظة، وأعطاه وأهداه إلى أصدقائهم وعملائهم في المنطقة. وأول من استفاد به هم الإسلاميون اللي كانوا يعدوا فيهم منذ سنوات للحكم في بلداننا. اليوم هذا مش مجرد تخمين، اليوم هذا مش مجرد كلام إنشاء، هذا اليوم مثبت بالحقائق وبما قالته كلينتون في رسائلها للبنتاغون ورسائلها للبيت الأبيض الأمريكي. 55,000 رسالة جلها تتعلق بالمنطقة العربية وتتعلق بتونس. تحدثت على خيانة في تونس، وتحدثت على رجالهم في تونس، وتحدثت على إعداد الإسلاميين للحكم في تونس، وتحدثت على ما يقع الآن من تدهور في بلداننا، وتحدثت على أن تونس كانت بوابة للاستيلاء على ذهب ليبيا، وللذهب مش القذافي كما قاعد يروجوا توا، ذهب الدولة الليبية الذي أردت أن تصنع من خلاله ما يسمى بالدينار أو الدولار الإفريقي أو العملة الإفريقية الموحدة. وأنا كنت أعرف بنيابتي البغداد المحمودي وبنيابتي لبعض الملفات القضائية، كنت أعرف أن القذافي كان مستهدفا لثرواته العديدة، أي ثروات الشعب الليبي، وأن القذافي كان مستهدفا لأنه لم يفرط في السيادة الوطنية، وأن كل من ساعده وحماه كان أيضا مستهدف، بما في ذلك النظام التونسي. بالتالي أستغرب أن الإعلام في تونس لا يعطي لهذا الموضوع ويصمت ويطبق على هذا الموضوع معناها إطباقا تاما ولا يهتم به. من حق هذه الأجيال والأجيال القادمة أن تعرف أن ما وقع في تونس ليس ثورة بالمعنى التقليدي للكلمة. صحيح كانت هناك رغبة في التغيير، وكنت ضمن هذه الرغبة، وكان هناك انتفاضة حقيقية في تونس، لأن النظام عجز على أن يجدد نفسه، وعجز على أن يذهب أكثر خطوات نحو الديمقراطية، وأن يذهب إلى الجهات المتضررة، وأن يقتلع فساد الطرابلسي وبن علي وقتها من جذوره. ولكن عندما أكدنا أن نصل إلى مبتغانا الذي عشنا من أجله، وهو النظام من أجل دولة وطنية وديمقراطية حقيقية، جاء هذا الاستعمار ووظف كل جهود النخبة العربية لفائدته بواسطة العملاء وبواسطة قواته وإمكانياته في المنطقة. لا ثورة في تونس، لا ثورة في المناطق العربية، لا ربيع عربي. كل ما وقع هو سرقة أحلامنا جميعا. الآن علينا جميعا كوطنيين، هدفنا إلى الدولة الوطنية، هدفنا إلى الديمقراطية، أن نعيد الذهاب
نحو غاياتنا، لأنه هيهات تسهو جياد عن مراميها. تيار وطني حقيقي يستطيع أن يعيد الأمور لنصابها، ويجب أن نقول ستوب لعملاء الاستعمار الذي أتونا من انجلترا وجاونا من فرنسا وجاوا ليحكموا، سواء كانوا جولدن بويز أو كانوا عملاء تقليديين، وعلى رأسهم وأولهم الإسلام السياسي الذي حل بيننا.